والله انه التحدي نار. قال بتروح على مطعم شاورما وبتطلب سندويشه، وبس اجت السندويشه بتقيم الشاورما من قلبها وبترجع عند الزلمه بتقول له شكلك نسيان تحط لي شاورما، وساويها معه مرتين ثلاثه وشوف رده فعله لصاحب المطعم. لاخو انا قد التحدي وخلينا ننفذ التحدي سوا وخلينا يلا نعيش سوا. انتوا حطيتوا بحثت على جوجل وطلع قدامي سموكي، ومو بس هيك عامل عرض 2 كاش والثالثه ببلاش، خلينا ننفذ التحدي سوا. هلا صار وقت ننفذ التحدي شباب ونقيم الشاورما منا. يا سلام. هلا اول شغله ريحه بتجنن، ثاني شغله انه مبين الشاورما طيبه. هيك صار سندويشه فاضي، خلينا نروح لعنده ونقول له نسيان تحط لنا شاورما. السلام عليكم علي. عليكم السلام. يعني انا بعرف سمعاتكم طيبه، معقول تساوي سندويش شاورما بدون شاورما؟ يعني توم على حله؟ والله حق راسنا اكيد في شيء غلط. طيب بعدين مو غلط هي هيثم انت عامل هيك هي السندويشه بلا شاورما؟ استريح معلم، هلا بتجيك احلى سندويشه يعني. خلاص ماشي معلم. والله حطيت له شاورما، والله يمكن كذاب. كثير ما جننا للزلمه، اخر شيء داخل ممل، عم جاب لي هالصفره الملكيه. ومو بس هيك، عاملكم عرض 2 كاش واحده ببلاش على الشاورما. لحقوا العرض ولا تنسوا في عنده برجر لحم وبرجر شاورما، وعنده الشاورما المميزه اللي بتجي اكسترا مع حشوان وفطر، شيء فاخر على الاخر. بتكون غلطت بحق حالك اذا ما اجيت وجربت البرجر اللحم او اخذت لك وحده برجر دجاج. بعد ما شفت الفيديو انت بدك تسال عن عنوان محل الشاورما على الفحم. لك يا العزيز العنوان ما بيضيع حدا، محطة يوسف باشا تبع الترامفاي، الشارع اللي بيربطها بمحطة اكسراي تبع المترو، طبعا جانب 6 الشام مباشرة. وهذا المحل سموكي، وبدي اياك تجي وتعطيني رايك بالتعليقات.